السجيني قال انا حرمي تماثيلي في النيل. قال كده لانه احنا وصلنا انه البيت فيه كمية من الاعمال الفنية، تنزل من على السرير تحط رجلك في الارض تلاقي تمثال تحت رجلك، تعمل كده تلاقي صورة، تعمل كده تلاقي يبقى يعني انت عايش في فن. قال يعني الدولة ما هياش سائلة في الحاجة دي اللي حواليا دي كلها. انا لما هددهم اني حرمي تراث مصر ابن مصر في النيل هيتهدوا. ان حد يتحرك من مكانه ما حدش يتحرك. كل اللي قالوا ان السجيني رمى تماثيله في النيل، بقت علامة السجيني هو اللي رمى تماثيله في النيل. انا لما اجي ارمي حاجة تخص غيري، تخص مصر، تخص تراب مصر، لازم تحاسبني وتحاكمني وتقطع رقبتي كمان. ما حدش لا حاسبه ولا حاكمه. كل اللي عملوه قالوا ان الراجل رمى شغله في النيل، ده باين عليه اتهفف عقله. الحقيقة مش هو اللي اتهفف عقله. دي وصية أبويا. كاتب على الشاهد بتاعه جمال الدين السجيني ابن عبد الوهاب السجيني، ولد في 7 يناير 1917. الناحية التانية كاتب رسالته للحياة، رسالته للناس. عاش من أجل مجتمعه عدوا للاستغلال والعبودية، نصيرا للحرية والسلام. وده أبويا في قبره حاطط امضته على جسمه في كل حتة، وإيده على قلب مكتوب حب. باليتته، ألوانه، مزجته. بورتريه اللي هنا ده بورتريه لأمي، فأعتقد إن هو كان عايز جزء من
منها يكون معاه ونس روح. كان بيحب الحياة قوي، واعتقد انه كان بيحب الموت كمان.